السلام عليكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تعالوا نعمل رز، وهنعمل ملوخيه. واحنا كنا عاملين الفراخ، هتلاقوها في الفيديو اللي قبل ده. فانا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو، انا عرفتكم الاول الوراك بتتعمل ازاي وهي تستوي بقى، وبعد كده احطها في الفرن. وده الرز هنعمله بالشعريه والملوخيه اللي انا مفرزاها. ايوه، نحمر الشعريه. حط يعني كوبايه وشويه كده صغيرين. وانا بعملها بحط لها حبه ملح صغيرين عشان يبقى لونها حلو. شايفين معايا اهو. نوطي عليها عشان هنعمل الملوخيه. خليها بقى ايه تتحمر براحتها. هعمل لكم بقى الملوخيه. شايفين اهو، ده الثوم اللي انا مفرزاه، هبقى اقول لكم بيتعمل ازاي. ودي الحله اللي هنعمل فيها الملوخيه. حطيت معلقه سمنه، هحط عليها حته ثوم الاول. نقطمها كده، اللي نعملها ايه رقيقه قوي عشان تتعمل علينا بسهوله، يعني تنزل بسهوله اهي. حط الثوم اهي، بس مش اكتر من كده. شفتوا اهي. الشوربه غليت، نحط الملوخيه. اهي خضرة ازاي، شايفين؟ لو عايزه شوربه نحط لها تاني. وهنا الشعريه تصفر. بنات الصغيرين اللي لسه هيتجوزوا، بقول لكم يعني الملوخيه بتتعمل ازاي، والشعريه بتتحمر تحميرها بيبقى عامل ازاي. اهي الملوخيه، بس هي مش عايزه حاجه. انا عايزه اوريكم الشعريه بس.
هتحمر تبقى عامله ازاي. وبعد كده نحط الرز ونحط ميه مغليه على قد الرز. يعني مثلا حاطه كوبايه كبيره، احط كوبايه ميه وحبه صغيره عشان الشعريه. يعني مثلا ربع كوبايه كمان. والملوخيه بتغلي اهي. هي عايزه شوربه تاني، نحط لها شوربه. اهم حاجه الرز دلوقتي. شايفين؟ شفتوا وصلت ازاي؟ نحط بقى الرز، لونها عمل ازاي؟ اصفر. نحط الرز ونقلبها بقى. وطفيت على الملوخيه. انا حطيت لها شوربه تاني. شفت خضرة ازاي؟ وهنا هنقلب الرز. حط بقى ملح ونحط لها الميه. شايفين؟ انا قلبت كده الرز، مش عايز اطول عليكم. احط بقى الميه، ميه مغليه. اللي مش عارفين يعايروا الميه بتاعت الرز، قد الرز اللي انتوا هتعملوه. والشعريه حطوا يعني مثلا كوبايه رز يبقى كوبايه وربع مثلا على قد الشعريه. زودوا شويه اهو. بصوا بيعمل ايه اهو. نحط حبه ميه تاني انا عشان بعمل الرز كتير. صباح الخير، عاملين ايه يا حبايبي يا طعمين يا حلوين؟ شوفوا هنعمل اكل ايه النهارده. نعمل مكرونه محمره وبانيه كنت متبلاه في الفريزر، هشويه في الجريل واوريكم بتعمل ازاي. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ حاجه سريعه عشان الدنيا حر. هوريكم انا بحمر المكرونه ازاي. انا حطيت حبه زيت وحطيت يجي نص كيلو مكرونه، يعني كيس صغير. بقعد اقلبه كده على نار واطيه. شايفين؟ يلا اشتركوا في القناه. يلا مش بتشتركوا ليه؟ يلا اشتركوا في القناه وعلقوا ولايك بقى. يلا الايام اللي جايه دي ايام حلوه، كلها ايام حلوه بتاعت ربنا. عاشوره جايه، كل سنه وانتم طيبين. بس نقلبها كده وبنحط ايه، ولعنا اهو. نحمر بقى. كده الجريل اهو. شايفين الزيت عمل ازاي؟ نحط بقى ايه، البانيه. حاجه سهله متاخدش وقت. والمكرونه برضه بنقلبها. بس كده بنعلق عليها وتقلبتين وتطلع خلاص. هي متبله وكل حاجه. والمكرونه دي هنسقيها بالشوربه بتاعت امبارح. لو شفتوا الفيديو بتاعي اللي هو بتاع الوراك عملتها ازاي وسلقتها ازاي، الشوربه مش هنرميها، هنصفيها ونحطها على المكرونه. هي فيها كل حاجه. ممكن نحط لها مرقه دجاج بس. شايفين اهو؟ نقلبه اهو. خدش اي حاجه، الدنيا حر، واحد مش طايق نفسه بصراحه، والمطبخ نار، فالواحد عايز ايه، حاجه سهله.
اللي مش عايز يعمل البانيه بالبيض والبقسماط يعملها كده خفيفه وسهله بس زي المشويه بالظبط. والمكرونه بنحمرها. المكرونه عملت ازاي بقى، عامله ازاي، لونها عامل ازاي. خلاص كده نحط الشوربه بقى. سخنه قوي، انا كنت غلياها. والبانيه عامل ازاي اهو، بنقلبه كل شويه اهي. بس كده ممكن احط لها مرقه دجاج، ملح، حسب ما هي عايزه. معلش الفيديو اللي فات ما كملش معايا، التليفون فيه مشكله. بس انا قلت لكم على الاساسيات تمشوا عليها. ان شاء الله فيديوهات تعجبكم. واوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. بصوا دي بقى بتغلي عشان ايه، لو الفيديو قفل معايا اسمه ايه ده، المكرونه تغلي زي الرز بالظبط، يتشرب يقوم واطيين عليه وقافلين عليه بس وسايبينه بقى مياخدش حاجه. وكده هنقلبه شايفين كده لغايه ما ياخد اللون الحلو ده. حاجات خفيفه كده، الدنيا حر، عايزه حاجات خفيفه، مش عايزه طبيخ بقى وحاجات مش عارفه ايه او حلويات. عايز الواحد يشرب ميه وحلويات وبس. متشكره على تعليقاتكم الجميله، وربنا يا رب يكرمكم ويخلي لكم عيالكم ويسترها معاكم ويجعل الايام الجميله دي دعاء من نصيبكم ان شاء الله. ربنا ينجحه لك يا رب. الثانويه العامه لسه ما خلصتش، ربنا معاها وربنا مع الاهالي يا رب، بندعي لهم والله ربنا يكرمهم. بس نعمل كده، نقعد نقلب فيها كده وهي دي المكرونه هتتشرب بتجلي اهي وهتتشرب. نعلي عليها اهو. البانيه شايفين عمل ازاي لون اهو. خلاص هو استوى اهو كده. ما بياخدش حاجه عشان نتبل بقى بطماطم، ببصل، ببهارات. مش لازم ليمون، ممكن في ناس بتحط ليمون وفي لا. ملح، مرقه دجاج. تعالوا نشوف المكرونه بقى استوت اهي، ما تاخدش اي حاجه اهي. خلاص اتشربت واستوت. شايفين حاجه خفيفه وطعمها بقى ما اقولكوش بالشوربه عامله ازاي، جميله قوي. متطعمه كده وفيها التوابل طبيعيه. هنحط بقى وخفيفه اهو. ايوه ما تاخدش اي حاجه بس. ايوه شايفين. ومتشكره لتعليقاتكم واشتراككم في القناه، وان شاء الله كل حاجه جديده هجيبها لكم وهقول لكم على كل اسراري وكل حاجه انا بعملها في البيت بصراحه. انتوا حبايبي واخواتي وهكبر بيكم ان شاء الله. يلا سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. دي عاشوره، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل، مش عايزه اطول عليكم، ده ربع كيلو عاشوره حطيناه على النار. هقول لكم انا عملته ازاي، بس انا هحط اللبن الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو لبن. انا حطيت نص كيلو 2 كيلو لبن على ربع كيلو قمح مبشور. اللي مش عارف القمح المبشور بيتجاب من عند العطار، بيبقى القمح بس مبشور يعني مش بيبقى بحاله. انا من امبارح وانا نقعاه
وبعدين قمت الصبح لقيته قرب يستوي، غليته كده غلوه واستوى على طول. بس هنحطه على النار كده ياخد غلوه مع بعض، وبعد كده هقول لكم هنحط ايه. هنحط النشا ونحط ايه، كريمه خام. بصوا غليت ازاي وهي اصلا مستويه اهي، شايفين مستويه زي البليله بالظبط. انا خدت حبه من القمح وضربته بالهاند بلندر، اللي ما عندوش هاند بلندر يحط في الخلاط حبه، بيدوله طعم حلو وبيخليه مجروش كده. بيخليه مش كله قمح ان هو بليله، هو مش بليله، هي عاشوره. نحط السكر بقى، كوبايه سكر على 2 كيلو لبن، على ربع كيلو قمح مبشور بس. ونقلبه كده. وهنحط بقى النشا، هقول لكم هحط قد ايه. هحط نشا 4 معالق نشا كبار زي دول، ومعلقتين كريمه بتاع ده، اللهم صل على النبي، اللي هو كريمه خام معلقتين. نحطهم مع بعض في حبه ميه ونحطهم ايه على العاشوره. دلوقتي هي كانت بتغلي، انا حطيت اهو 4 معالق نشا كبار ومعلقتين كريمه خام وحبه فانيليا صغيره. ونحط بقى ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزه نشا تاني نحط، بس المشكله اوعى حد يغلط فيها ان هو لازم النشا يتذوب في ميه من الحنفيه، مش ميه سخنه عشان ما يكلكعش. والعاشوره ما تبقاش تقيله قوي، عشان هي بعد كده هتتقل لما تبرد. وكل سنه وانتم طيبين يا رب، يعود علينا وعليكم بخير يا رب، ايام مفترجه يا رب، يستجيب الدعاء لينا ولولادنا ويسترها معانا، ويا رب يديمكم في حياتي وافضل معاكم على طول. ربنا يكرمني يا رب ويكرمكم. بس كده نقعد بقى نقلب فيها كده لغايه ما تتقل. لو عايزه تاني نشا نحط معلقتين نشا، نعلي عليها واوريكم هي عملت ازاي. بصوا عملت ازاي، هوريكم قبل ما اقفل عليها. بس لفت ازاي، متبقاش تقيله قوي ولا خفيفه قوي. خلاص اطفي عليها. بس نجرف بقى في الاطباق واوريها لكم. بصوا وانا بغرف كده، شايفين اهي، نجرف في الاطباق اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هي تبرد بقى، وبعدين نحطها في التلاجة. بس الاطباق دي مش عايزه تتحط في التلاجة كده، لازم بيسترتش يتقفل عشان بتشقق وتنشف. اهي نعمل طبق كمان. وفين بقى الاشتراك في القناه، وفين اللايك، وفين فعلوا الجرس؟ يلا دوسوا على اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين وعيالكم طيبين يا رب. قلت ايه، اعمل عاشوره معاكم كده بطريقتي، انا ماليش دعوه بحد، يعني انا بعمل بطريقتي بالحاجه اللي انا متعوده عليها. بعد كده هكمل مع نفسي. دلوقتي العاشوره دي اتعملت ازاي. من بالليل القمح اتجاب واتغسل، وبعدين رحت جبت حله، اللي هي الحله دي، بعد ما غسلته رحت حطيت فيه ميه على النار، وغلي غلوه واحده، تطفوا عليه وتغطوا عليه وتسيبوه. تاني يوم هتلاقوه فشر زي ما انتم شايفين، فشر خلاص بقى بليله بقى. يا دوبك غلوه واحده، مش قاعد كتير على النار، يا دوبك غلوه واحده بقى. وتعملوا زي ما انا عملت لكم كده، تحطوا لبن كل واحد على قده، فيه بيجيب ربع وفيه بيجيب تمن، كل واحد على قد ايه الاسره بتاعته. وان شاء الله دي حاجه سريعه، يعني انا مجربوها، ووالدتي ربنا يرحمها يا رب كانت مجربوها، سهله ما تحطش كتير على النار وتنجز الوقت. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. هغرف واجيلكوا تاني. ودي كانت اطباقي معاكم العاشوره. انا هكمل الباقي مع نفسي بقى. كل سنه وانتم طيبين. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعليق حلو كده منكم. يلا كل سنه وانتم طيبين. قابلكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل الكبسه. بصوا، معلقه سمنه من اللي احنا كنا مسيحينها مع بعض، شوفوها على القناه بتاعت الفيديوهات اللي فاتت. معلقه سمنه، يسيح كده شويه. نحط بقى اللحمه، كبسه باللحمه، يعني هي متقطعه لا كبيره ولا صغيره، حلوه يعني. شايفين لونها عامل ازاي؟ نزلت ميه ازاي؟ نحط بقى ايه؟ معلقه بهارات، 7 بهارات. شايفين؟ حط زياده شويه مش هيحصل اي حاجه. ونقلبهم. قلت اعملها معاكم النهارده برضو اكله خفيفه عشان الصيف. رز وخضار بقى، هو رز بس مفيش خضار، صلصه. لونها اتغير كده. نحط البصل، يعني بصلتين كبار. يعني اللحمه دي مثلا كيلو الا ربع. ونقلب فيها، وبعد كده نحط لها حبه ميه سخنه، وشويه قبل ما نحط الرز نعمل ايه؟ نحط طماطميه متخرطه ومحطوطه. هوريكم نشوحها كده، مش عايز اطول عليكم. بصوا يا حبايبي عملت ايه. شايفين؟ نزلت الميه بتاعتها، والبصل نزل ميه. انا حطيت حبه ميه صغيرين. هحط بقى ايه؟ طماطم، 2 طماطم متقطعين، قررت اقطع عليهم. معلش الصوت بتاع المروحه، الدنيا حر هنا قوي في المطبخ. اكيد انتوا عندكم كلكم حر يعني. بس انا بقى حطيت لها بهارات، معلقه بهارات مشكله، 7 بهارات. ما حطيتلهاش ملح. هحط لها مرقه دجاج اللي هي باللحمه، والملح بعدين. وهوريكم بقى الخطوه اللي جايه عشان لسه هتستوي. بصوا، مرقه دجاج اللحمه ده بفراخ. بصوا مرقه دجاج اللحمه اهي، هحطها عليها. اديها طعم جميل قوي. واخباركم ايه مع فيديوهاتي بقى؟ بتشوفوها ولا ايه؟ بتجربوا الحاجات اللي انا بعملها؟ وقولوا ايه رايكم. جربتوها؟ عملتوا ايه يعني؟ عجبتكم ولا لا؟ بس هغطيها تاني لغايه ما تستوي، وبعدين نشوف هنحط هنعمل ايه تاني. بص عملت ايه، لونها عامل ازاي من الطماطم، جميله قوي وريحتها جميله. شايفين؟ لسه ما استوتش. عقبال ما تستوي هنعمل حاجه اسمها المقدوس، بيبقى جنبيها يعني بتحطوها جنبيها وانتوا بتاكلوا، تحطوا بالمعلقه زي كاني حاجه كده تفتح النفس. طماطم وفلفل. هتشوفوا ان انا بعملها ازاي. دي المكونات بتاعتها: 2 طماطم، ليمونه وفلفل وثوم. تحطوا مرقه دجاج، تحطوا ملح، تحطوا فلفل، بهارات، وتحطوا حبه ميه صغيرين. هوريكم هعملها واوريها لكم. بصوا معايا، حطيت في الكبه اهو
حطيت توم وحطيت قوطه وحطيت فلفل وحطيت عصره ليمون. هضربها وهوريها لكم تاني. شايفين ضربتها في الكبة عامله ازاي؟ حطيت عليها ملح وكمون وحطيت عليها فلفل اسود وبهارات، وهي محطوط عليها الليمون. دي بقى تتاخد كده وتتحط مع الكبسه ويتاكل بالهنا والشفا. جربوها وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك كده حلو منكم، عشان يعني نبقى مع بعضينا كده ان انتم مجربين وصفاتي وداخلين على قناتي. ربنا يكرمكم يا رب ويكرمنا ويعديها على خير اليومين دول ويجعلها ايام حلوه يا رب علينا وعليكم. دلوقتي اللحمه اهي مقفول عليها وقربت تستوي. لما تستوي بقى هقول لكم بعد كده هيحصل ايه. خليكم معايا. بصوا عايزه اوريكم حاجه تانية. ولادنا الصغيرين اللي مش عارفين اللحمه استوت ولا لا، بيجيبوا حته كده ويجرسوا فيها السكينه كده كده. اتجرست بسرعه هي قربت، اتجرست بسرعه يبقى استوت، لسه شويه يبقى لسه. ما مش معقوله كل شويه هنطلع وندوق يعني. بس ما فيهاش ملح، هي فيها كل حاجه وفيها حبه ميه وحطيت لها توم، واللي عايز شطه اللي عايز فلفل زي ما انتوا عايزين. هي لسه ما كملش سوا. اللحمه استوت اهي، عملناها بالشوكه وبالسكينه استوت. نحط حبه ملح بقى، ما نحطش كتير عشان في مرق الدجاج، يعني مثلا معلقه صغيره. الرز ده نص كيلو رز نحطه عليه مغسول. انتوا عرفتوا طبعا اللحمه بتتعمل ازاي معايا صح؟ انا مش عارفه كاني شايفاكوا كده، يعني عماله اكلمكم كاني شايفاكوا، عماله سامعاني سامعيني شايفيني. نعلي بقى ونقلب. لو عايزه ميه تاني نحط لها ميه ايه، ميه سخنه. هي مش عايزه حاجه ايوه بس كده. وعملت معاكم المقدوس ده اللي هو القوطه والفلفل وليمونه وحبه ميه صغيرين تضربوا ببعض، وملح وفلفل وبهارات الحاجات دي، وتحطوها بقى مع الاكل وانتوا بتاكلوا. تبقى جميله او بتبقى حاميه وجميله مولعه. والفلفل بقى اللي عايزين اكتر حطوا فلفلتين 3 معايا. هي تشرب وبعد كده لو عايز ميه حط، يشرب وبط عليه. بص عايزه اوريكم بص عملت ازاي. انا بوريكم كل شويه تقلبوا فيها كده عشان ما تلزقش من تحت. شايفين؟ عشان هي السوائل بتبقى تقيله اللي هي الشوربه، لان اللحمه طبعا منزله الشوربه. فانا بقول لكم على كل حاجه بتقابلني علشان ايه يعني ما تتعبوش فيها، ما تبص منكم كده، ما تخافوش. يعني هي بقى بتتقلب كده وبعد كده ايه شويه كده توطوا عليه، كل شويه تقلبوها كده وهي تستوي على طول. ده الرز، ده اللحمه مستويه بس الرز بس. بصوا استوي تاني والرز مفلفل ازاي، كفيت عليه. اللحمه استوت والرز استوى، وهغرف معاكم دلوقتي. خدتش اي حاجه ولا طبيخ بقى ولا حاجه نغير عشان الواحد زهق. هوريكم بقى لما احط الاكل. اهي الاكل بتاعنا النهارده كبسه باللحمه، الرز مفلفل اهو شايفين اهو. وده المقدوس اللي هو انا قلت لكم على طريقته، اعملوه كده وجربوه قولوا لي. انا حاطه عليه شطه فوق الوش، بيتاكل على طول، بيتعمل في ساعتها علشان ما يبقاش ليه ريحه وحشه عشان الدنيا حر. ودي مروحه بتاعتي، الدنيا حر قوي. يا رب يكون وصفتي النهارده عجبتكم وجربوها وتقولوا له في تعليقاتكم هي اخبارها ايه. وما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنسوش اللايك، ما تنسوش تدوسوا على زر الجرس.
ربنا يجعلها ايام حلوه يا رب، احنا وانتوا يا رب. يلا اسيبكم، باي باي، باي باي، مع السلامه. ايوه حبايبي، دلوقتي شايفين الطاسه، انا حاطه فيها معلقه سمنه، هعمل فيها العصاج بتاع الجلاش باللحمه المفرومه. لونه اتغير اهو، شايفين معايا؟ مش عايز اطول عليكم، بس هنحط بقى ايه؟ البصل. نحط البصل، حطيناه كده، نقلب بقى فيه كده. الفرن سخن قوي، البطه كانت في الفرن، انا طبعا سويتها وانا بعمل لكم كده العصور. سويتها، وطبعا اتاكدت ان هي استوت بالسكينه، عشان اللي مش عارفين يغرزوا السكينه، لو طلعت بدم يبقى لسه، ما طلعتش يبقى كده استوت ويبقى باين عليها. هوريها لكم. وبعدين حطيتها في الفرن في الصينيه، وحطيت عليها حبه زيت وملح وفلفل وبس. حطيت بهارات، حطيت فلفل اسود كل حاجه معلقه، وحطيت حبه ملح، ونقلبها كده. وبعد كده نحط الطماطم بس شويه كده، نقلبها كده. طبعا انا مش عايزين خضار، الدنيا حر، عايزين حاجه خفيفه كده نواشف. قلت اعمل جلاش باللحمه المفرومه. احط بقى الطماطم اهي، عاملاها في الفريزر، تتقلب بقى بس شويه كده، ونطفي عليها تتشرب مع بعضيها. دلوقتي الجلاش هنعمله. الصينيه اهي، والجلاش اهو، لف الجلاش من عند الراجل بتاع اللي بيبيع القطايف والكنافه، بيبقى احسن. بصوا عامله ازاي معايا، كتيره وصبحه. ودي اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها، وده لبن، كوبايه لبن، ودي بيضه، والفلفل الاسود والملح هنعوزه نحطه على اللبن عشان الزفاره، عشان البيضه. فدلوقتي هنعمل ايه بقى؟ مسيحنا سمنه، كوبايه سمنه على زيت، ونحطها كده. ما نحطش كتير عشان اللحمه المفرومه فيها دسامه. نحط 2 3 كل واحد حسب ما هو عايز، عادي ما تفرقش. اتنين كده، نحط لها ايه؟ سمنه كده بسيطه قوي، لغايه ما يوصل للنص. مره من الناحيه دي ومره من الناحيه دي، مره نقفلها من الناحيه دي ومره نقفلها من الناحيه دي. والفرن شغال، نحطها من تحت الاول وبعدها من فوق، مش هتاخد حاجه. الدنيا حر، عايزين حاجه ايه؟ خفيفه، يعني مثلا زي محشي ماشي، اوكي، حلو قوي. حاجات بقى تتغمس، حاجات صواني، حاجات في الفرن. بصوا نقلت في صينيه كبيره، حسيت ان الورق صغير قوي، متني 2. احط بقى احط اللحمه المفرومه،
عملنا اهو اللحمه المفرومه فردناها اهو. نحط بقى ايه، نحط الجلاش التاني، النص التاني كده. نحط بقى السمنه كده، حطينا خلاص كده الطبقات كلها. نحط بقى السمنه كده، بس خلاص خلاص كده. نقطعها بقى ونحط اللبن. قطعنوها اهي جلاش كده كده. نحط كده بقى اللبن، يعني كوبايه الا ربع لبن. نحط بيضه، ونحط فلفل اسود عشان الزفاره، وحبه ملح صغيره. نخلي بالنا عشان العصاج اللحمه المفرومه فيها ملح. ونقلب بقى. نحط بيكنج باودر يعني حبه صغيره، يجي معلقه بس كده. نقلب بقى. البيكنج باودر ده يخليها مورقه بقى وجميله. بص بتفور ازاي. نحطها بقى. حطينا بقى اللبن وحطينا البيضة، وهنعملها ببعضيها كده تتشرب في بعضيها. لو نسيبها شوية يبقى احسن. لا ورقت بقى وبقت جميلة، وبالهنا والشفا للي ياكل. بس كده. نسيبها شوية بقى 5 دقايق، وبعدين ندخلها في الفرن من تحت، وبعد كده نطلعها فوق. وده كان جلاشنا النهارده. بصوا قطعت منه عشان تشوفوه. شايفين كده عامل ازاي؟ مورق وجميل ازاي ومقرمش. جربوه كده وقولوا لي ايه رايكم. انا متشكره لكم والله العظيم، ان انتوا يعني بتاخدوا من وقتكم عشان تتفرجوا عليا. انا والله هي القناه دي معموله علشان افيدكم مش اكتر، يعني مش يعني تستفادوا من اللي انا استفدت منه. واحنا كلنا بنتعلم من بعضين، انا اتعلمت من حد وانتوا بتتعلموا من حد، كلنا بنتعلم من بعضين. المهم نفيد بعض يعني في حاجات مفيده ان شاء الله. فيا رب الجلاش يكون عجبكم اهو. ورقوا يلا، علقوا لي بقى بكلمه حلوه، وشاركوا لي في القناه، واعملوا لي اشتراك، واعملوا لي ودوسوا على زر الجرس عشان كل ما اجي اعمل اللهم صل على النبي، اجي اعمل فيديوهات تاني تجيلكوا على طول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بحمر مكرونه، بحمر مكرونه. والناحيه التانية انا عامله حاطه ميه على بشره قوطه، وحطها على النار تغلي. وبعد كده اما المكرونه تتحمر، انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في فيديو من الفيديوهات مكرونه محمره، فشوفوها بقى. بس انا ما رضيتش ايه اعملها معاكم تاني. مكرونه اهي حمرتها نص كيلو مكرونه، حطيت عليها فلفلايه متقطعه حاميه، ولما تحمر كده هحط بقى ايه الميه بالصلصه. المره اللي فاتت كنت عاملاها لكم بالشوربه اهي. بحطها بقى
حاطه لها توابل وحاطه لها مرقه دجاج وبهارات وكل حاجه اهي. خلاص كده اتعملت، ما رضيتش اعملها من الاول يعني. جبنا طاسه حطينا فيها زيت، يعني حبه حلوين مش حبه صغيره، عشان الكبده هنعمل كبده اللي هي مكعبات بالثومه كده، وهتشوف انا هعملها ازاي. فعايزين الزيت حلو عشان ما تنشفش. حطيناها في مصفى، طبعا الكبده ما بتتغسلش. الزيت عمل كده سخن، نحط الكبده. ودي المكرونه. شايفين معايا كده، والنار عاليه نقلب فيها بقى. الدنيا حر وعايزين حاجه خفيفه، سندوتشات بقى جنبيها مكرونه، اي حاجه من الحاجات دي. تغير لونها بس. كده لونها اتغير اهو. نحط الثوم بالفلفل، انا دقه فلفل والثوم كان مهروس عندي. طبعا حطيت فيها بهارات وحطيت فيها فلفل اسود وحبه ملح صغيره. واحنا بنعمل الكبده نشوف المكرونه لسه شويه، نوطي عليها بقى ونقلب فيها بقى. متحطش اي حاجه. فظيعة فلفل الحامي فظيع. نقطع على المكرونة بقى. شايفين الزيت؟ الزيت حلو يعني فيها عشان ما تنشفش. متشكرة بتعليقاتكم والله، يعني فوق دماغي، ومشاركتكم في القناة، وان انتم متابعيني صراحة. يعني انا مبسوطة والله وفرحانة اوي. ربنا يكرمك يا رب ويجعل بخاطركم. طبعا كلنا عايزين ايه، نخش المطبخ نطلع بايه 5 دقايق اكل. البخار ده طالع صعب يعني. عايزين حاجة سهلة بسرعة بسرعة. خلاص كده كفاية. قبل ما نطفي عليها نوطي عليها بقى.
قبل ما ارص عليها اقول لكم هعمل ايه. بصوا نص ليمونه نحطها ونقلب، تدي مزازه وطعم جميل وتمنع الزفار. ونطفي عليه خلاص كده. الكبده اتعملت والمكرونه اتشربت. نتقلب كمان شويه. بصوا استنوا، ده انا في طبق تاني هعمله. هعمل كفته الحاتة هعملها في الصينيه من فوق، اوريكم تتعمل ازاي. نصبحها كده ونحطها في صينيه فيها حبه زيت صغيرين. ما تشغلوش فرن بقى ولا اي حاجه. انا بقول لكم على الافكار، انتوا بقى ايه تاخدوا مني وتحطوا على الافكار بتاعتكم، تبقى ايه فكره كبيره عجبتكم. يا رب يا رب تعجبكم الافكار بتاعتي. ايه صباحها كده بنخليها ايه نشف مفتوحه من جوه مهويه. ايه نحطها من فوق وشوفوا بعد كده ايه، مش هتاخد اي حاجه على النار. اهي اخر صابع اهو، شايفين؟ نحطه بقى ونولع عليه. ولعنا عليه اهو، شايفين؟ ولعنا عليه واحنا حاطين له زيت من تحت. هنغطي بقى عليه دلوقتي. بصوا عملت ازاي اهي. هي بقى هتنزل كل اللي فيها. هنغطي عليها دلوقتي. انا قلت اوريكم المكرونه. مكرونه اهي 5 دقايق وهنزلها من الثلاجه. خلاص استنى. ونغطي عليها ونوطي. والكبده احنا عملناها ما خدتش 5 دقايق، والكفته اهي والمكرونه. يستوي الاكل وهغرف لكم. ومتشكره لكم قوي ان انتوا يعني بتاخدوا من وقتكم عشان تشوفوني وتشوفوا وصفاتي. يا رب تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك كده وكلمه حلوه من قلبكم. ربنا يكرمكم يا رب. انا والله فرحانه بيكم ومبسوطه ان انا معاكم. وخلي شويه كده والاكل يستوي واحطه لكم بقى في نقدر في الاكل. ودي كانت اكلتنا النهارده، مكرونه محمره وكبده اهي. شايفين كبده بعد ما استوت اهي جميله. والكفته عاملاها من فوق، مش عاملاها في الفرن خالص. وده دقوس، ده عاملاه انا عاملاه قبل كده في القناه في فيديو مع مع الكبسه. وده كل واحد عايز كبده، اللي عايز كفته، مش عارفه ايه. مكرونه محمره اهي عاملاها كنت قبل كده برضو، بس الفرق ان هي دي بمرقه دجاج والتانيه كانت بشوربه. فشوفوا بقى هيعجبكم ايه الحاجه اللي تبقى متاحه ليكم. في بيحبوا بالشوربه، في بيحبوا بالصلصه، وفي يعني مثلا النهارده مفيش شوربه فعملت مرقه دجاج بصلصه مبشوره زي ما انا قلت لكم. وتغلي على النار وتكونوا انتوا محمرين المكرونه، وتقوموا ايه
حاطينها بقى، وبعد ما تتشرب توطوا عليه. في تركايه بقى اقولها لكم. دلوقتي المكرونه او الرز او اي حاجه بيعمل قعر. انتوا مش عايزين القعر، نعمل ايه؟ وهو خلاص هننزله، نحط حبه ميه صغيرين من الحنفيه ونطفي عليه ونسيبه ونقلبه بقى. بعد كده هنلاقي مفيش قعر خالص، علشان يعني حرام الحاجات دي بتترمي. يا رب الاكل النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه. ولو عجبكم الاكل اكتبوا لي كلمه حلوه، اكتبوا يعني جربتوها فيها ايه بتاع مش عارفه ايه كده. فانا متشكره لكم قوي. ولما تعملوها كده افتكروني بكلمه حلوه. يلا السلام عليكم. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بحبكم قوي والله. يا ربنا يا رب يكرمكم ويكرمنا. النهارده بصوا هنعمل بطه محشيه رز. هوريكم انا بحشيها ازاي والرز جوه يستوي ازاي. انا حاطه ميه على النار طبعا ومغطيه عليها. المقادير بقى هي بطه، كبد والقوانص بتاعتها، رز اهو. الرز ده يعني مثلا كوبايتين قد دول. ده نعناع عشان اشربه عشان عندي حرقان على صدري. كوبايتين رز مغسولين. وده فلفل اسود هنعوزه، وسبع بهارات طبعا، والملح، وسمنه، اي سمنه، مرقه دجاج، البصل ده يعني مثلا 4 بصلات. هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم الرز. هتشوفوا هعمله ازاي. وهحطه في الميه بتاعت السليق. اول حاجه هعملها ان انا هجيب بصل، نص البصل ده او ربع البصل ده، او ربع البصل ده. هتشوفوا دلوقتي انا هعمله ازاي. اهو ربع البصل. التلات ارباع حطيتهم ايه هحطهم على النار دلوقتي في الطاسه، معلقه سمنه، وشوف هعمل معاكم ايه. ده فلفل اسود، تحط فلفل اسود حبه حلوين، يجي ايه معلقتين. وده بهارات، 7 بهارات، نحط معلقه كبيره. اللي ما شافش التوابل يشوفها في القناه بتاعتي، عامله له فيديو. وده ملح، عايزين حبه ملح حلوين كده عشان تتملح، عشان ما تبقاش دلعه من جوه. وده مرقه دجاج. هدعكهم مع بعض بقى. بص دعكتهم مع بعض، الملح والفلفل والبهارات ومرقه الدجاج وكل حاجه. نتبل بقى البطه من جواها كده كده، تحت الجلد كده، طعمها بقى ما اقولكوش. وكده اهي. واي حاجه بقى، الكبده، القنوصه، كله. ومن الناحيه التانيه برضه اهي. عاملين ايه واخباركم ايه؟ واللايكات معاكم عامله ايه؟ والاشتراكات ايه؟ عاجبكم قناتي والفيديوهات؟ قولوا كده حاجه يعني. ربنا يكرمكم يا رب. اهو بس دعجناها بس كده اهي. دعجناها ونسيبها بقى شويه واقول لكم هعمل ايه. بصوا كده عملنا ايه بقى. البصل اللي انا قلت لكم هحطه، هعمل بيه ايه بقى. البصل اللي انا كنت عامله 4 بصلات، عملت ربعه للبطه، والتلات ارباع لايه؟ للرز. الرز ده من هو هنحشي بيه البطه، لازم يبقى 3/4 سوا. انا بص انا حاطه له معلقه سمنه وايه، وقلبته كده. قلبه كده لغايه اما لونه يتغير شويه، بس مش قوي يعني، عشان ما يبقاش غامق الرز. يفضل كده
نحط ايه بقى؟ شايفين دبل ازاي؟ نحط فلفل اسود يديله طعم جميل، يديله ريحه حلوه وبيمنع الزفاره. والبهارات صديقتنا البهارات، كل حاجه البهارات. بس نقلبه بقى. ومرق الدجاج ما تزودش الملح قوي، علشان حاطين مرق الدجاج وحاطين التتبيله اللي هي في قلب البط. نحط الرز مغسول، يجي كوبايتين رز، كوبايتين صغيرين رز او كوبايه كبيره. اقلبه بقى. بصوا بقى الحته دي انا شوحت شويه، مش كتير، مش رز بشعريه، لا يعني قلبتهم في بعض كده، وحطيت ميه من الحله اللي انا حطاها للبط، حطيت لها بس مش الميه برضو بتاعت الرز الطبيعي، يعني يبقى باين شويه. شايفين معايا؟ هو يا دوبك يتشرب وهنطفي عليه ويسيبه يتهوى، وبعد كده نحشي بالبط. عملت ايه تاني بقى؟ بصوا الرز اهو ما خدش 5 دقايق على النار، اتشرب بس وقفلنا عليه اهو. شايفينه اهو سخن لسه، بس عشان الوقت عايزه بقى احشي البط عشان احطها على النار. هحشيها ازاي بقى؟ انا متبلاها بالبصل والملح والفلفل، اداله طعم، اللحم يديله طعم. احشي بقى الرز كده قلبه جوه كده، شايفين كده اهو. امسك كده كده. يعني ما تملهاش قوي، يعني ما نملهاش قوي عشان لسه 3/4 سوا، الرز لسه ني. لو فاض رز مش هيحصل اي حاجه، ممكن نعمله على جنب، نسويه على جنب نكمل سواه، كفايه كده ما تقعدش تك فيه، ده غلط. نحط بقى القناصه ونحط الكبده، بلاش الكبده، ممكن نحطها عشان هي ايه مش متحمله. ده الرقبه نحطها كده، بتخليش الرز يقع منها. ونكتفها، هي مش هتتكتف، هي عامله ازاي، هي عايزه اللي هي المسلكات دي، اللي هي الخله الصغيره دي، عايزه يتعمل. هعملها واوريها لكم اهو. هقفل بيها بقى اهو. مفيش حاجه بالساهل والله العظيم، كل حاجه صعبه. في الحر ده مش عايز يخش المطبخ اصلا. بس هنعمل ايه بقى؟ بنقوم نتنشط بدل ما انا قاعدين، اكيد زي كده كسلانين برضه. بعمل كل ما اعمل حاجه اقعد، اعمل حاجه اقعد، ارتاح شويه، كل شويه ارتاح شويه. قفلناها خالص اهو. وفي بيخيطوه، انا كنت بخيطها الاول بس ده احسن. بس بس كده خلاص كده، ونحطها بقى في الحله على النار اهو. الميه غليت اهي، نحط البطه بقى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه لازم تبقى ايه، تبقى مغطياها وهي فيها كل حاجه. والكبده اهي، وتغلي واوطي عليها وهي فيها كل حاجه، لان البصل اللي انا حطاها متبلاها فيها الملح والبهارات وفلفل اسود وكل حاجه، بس تغلي واوطي عليها
اهو بص، حاطه جزر كان عندي في الفريزر وطماطمايه نحطها عليها. بس هي كده بتغلي. شايفين غليت ازاي جامد اهي. اوطي عليها بقى. بصوا هنا بقى هعمل ايه. الرز اللي هو فاضل مني بتاع الحشو مش هرميه طبعا، هحط عليه حبة شوربة من هنا وهسويه، مش هياخد اي حاجة. وهحطه بقى تحت البطة لما تطلع من الفرن، بعد ما البطة تستوي براحتها بقى والاقيها ان هي استوت، احطها بقى في الفرن تاخد لون بحب الزيت، واحط الرز ده من تحت منها بس كده. آه بس كده اهي. نوطي عليها بقى. الحاجة مش عايزينها، اي اكلة مش عايزينها تاخد سوا تستوي على طول، ما تحطوش عليها ملح ووطوا عليها. لما تيجي تستوي حطوا ملح، حطوا زي ما انتوا عايزين. الملح يبقى بسيط قوي يا دوبك يطعمها بس كده. وده هنعمله، هنحط حبة شوربة. مش هنحط كتير عشان هي مستوية نص سوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك لو سمحتوا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. وهولع عليه دلوقتي، وبعد كده لما يشرب هوطي عليه زي الرز بالظبط. بصوا يا عرايسنا يا حبايبنا يا ولادنا وصغيرين، الرز ده نبص عمل ازاي. انا بوريكم كل خطوه عمل ازاي، اتشرب ازاي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنوطي عليه ونغطي بس، ونسيبه يستوي مع نفسه بقى. والبط على النار، وبعد ما تستوي يعني مثلا ممكن تاخد ساعة ساعتين ثلاثة حسب هي كبيرة هي دسمة هي عجوزة. هي انا شايفاها حلوة يعني، ممكن ساعة ساعة وربع ساعة ونص. تطلع بقى تتحط في الصينية، وتحط عليها ممكن سمنة او حبة زيت بفلفل اسود، وتتحط على في الشواية على طول تاخد لون بس كده. وبالهنا والشفا لكل اللي يعملها، وجربوا كده وقولوا لي عملت ايه معاكم، وفي ايه اللي وقف معاكم. انا ده والله الحاجات اللي انا مجرباها يعني بقالي عمر، انا مش صغيره يعني ست كبيره برضه. فقلت اشارككم معايا في كل حاجه، كل حاجه والله العظيم عايزه اعملها. عايزه تشوفوها معايا وتعملوها معايا. يلا الحمد لله على كل حال. ربنا ييسر الامور يا رب لنا كلنا يا رب، يجعل لنا ايام كلها حلوه كلها جميله، الايام كلها جميله يا رب احنا وانتم. ايوه حبايبي، دي البطه بس بعد ما استوت شايفينها اهي، وحطيتها في الفرن. وده الرز بتاعها اللي هو رز بالخلطه اللي فاضل منها سويته، طبعا انتوا بتشوفوا الفيديو. ومعلش الجلاش هعمله فيديو تاني عشان الفيديو طول قوي مني. متشكرة قوي على تعليقاتكم الجميلة وعلى مشاركتكم في قناتي ومشاهدتكم ليها، وتعليقاتكم الجميلة على دماغي من فوق، والله بشكركم كلكم. وإن شاء الله نشوف بعض في الفيديو اللي جاي، ويكون حاجات كويسة وتفيدكم بإذن الله. يلا باي باي.